تعالوا النهاردة بقى اما اقول لكم على تتبيلة وهمية لصينية الفراخ المشوية في الفرن بصوص رائع خطير بجد. اسهل طريقة هتطلع معاكم فراخ مشوية ريحتها هتجيب اخر الشارع وهتشرفكم في العزومات والكل هيسألكم عليها، ومعاها صوص رهيب. الصوص بتاعها خزعبلي هيخلص قبلها. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. في الوصفة دي انا عاملة فرختين، والتتبيلة دي تكفي فرختين، بس الفراخ بتاعتي صغيرة، الفرخة 1.4 كيلو تقريبا، يعني بما يعادل فرخية كبيرة. بحط على الفراخ بصلتين كبار مفرومين فرم ناعم، يعني فرمهم في الكبة، مهم قوي تلتزموا بالتعليمات دي، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم، يعني بما يعادل 4 فصوص من الثوم، معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من الملح. ونتبل الفراخ بالبصل والثوم والملح والفلفل الأسود فقط دلوقتي، ونتأكد ان البصل وصل لكل حتة. وفي المرحلة دي ممكن تسيبوها متبلة ساعة، ساعتين، 3، ممكن تتبلوها من بالليل، يعني انتوا ضميركم زي ما يعجبكم. وهنحتاج في الوصفة دي طماطم فريش، مهم قوي تلتزموا بالتعليمات دي، مش معجون طماطم ومش صلصة طماطم، انا عايزة طماطم فريش وعايزة ابشرها بالمبشرة، مهم قوي. احنا لما بنبشر الطماطم في المبشرة القشرة بتتسلت لوحدها كده زي ما انتوا شايفين. فانا مستخدمه 6 طماطميات صغيرين، لان الطماطم زي ما انتم شايفين الطماطم دي اللي هي طماطم روم توماتو. لو عندكم الطماطم الحلوه بقى الكبيره دي يبقى 3 أو 4 طماطميات كده هيبقى تمام. هنحط الطماطم المبشوره بالميه اللي نزلت منها بكل حاجه فوق الفراخ. وهنحتاج معلقتين كبار من الزبادي، دي كوبايه صغيره كده انا عاملاها في البيت، اللي هي بما يعادل معلقتين، ده عشان خاطر السحور كده اخد لي معلقتين كده بعد السحور لو اتسحرت يعني. فمعلقتين كبار من الزبادي ومعلقه صغيره من الكاري. وخلي بالكم ان التتبيله دي لفرختين صغيرين يعني او فرخيه كبيره، وتمشي برضو مع فرختين كبار برضو. ونغلف بقى ونتبل كل حاجه. بصوا احنا كده حاطين على الفراخ دي ملح وفلفل اسود وكاري، الثلاثه دول هم الاساس، ملح وفلفل اسود وكاري. حد هيقول لي لو ما عنديش كاري حطوا اي بهار تاني، بهار مشكل او بهار حلو، بس الطعم هيتغير. وطماطم فريش، وهي دي السر بتاع الوصفه اللي هيطلعها معاكم تجنن. بنرصها بقى في صينيه، بس بنحط تحت الطماطم والبصل تحت في القعر كده والفراخ من فوق، ونرفعها على النار نديها بقى غلوه كده زي ما بتعملوا صينيه البطاطس بالفراخ. طبعا انا سامعه دلوقتي، انا قاريه الافكار دلوقتي، حد بيقول عايز احط بطاطس، ينفع عادي حطوا فيها بطاطس مفيش مشكله. واخر حاجه خالص بجيب معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، بدوبها في معلقتين ميه سخنه كده، وعليها معلقه كبيره من دبس الرمان، وبدهن بيها بس او بحطها على وش الفراخ من فوق علشان تاخد لون. ده مش للطعم، ده للون. يعني لو عندكم طماطم عصير لونه احمر استخدموه، مش لازم معجون. ما عندكوش يبقى معلقه كبيره من المعجون وتدوبوها في ميه سخنه، وعليها معلقه كبيره من دبس الرمان. ما فيش دبس رمان يبقى معجون طماطم فقط عادي، او صلصه طماطم لونها احمر فقط، نحطها على الوش من فوق زي ما انتوا شايفين كده. وهنحتاج كمان معلقه من السمنه، معلقه كده متوسطه من السمنه، اوزعها كده في الصينيه طبعا عشان تديها طعم حلو. طبعا الفراخ اصلا بتنزل دهون انا عارفه وكل حاجه، بس طبعا يعني مفيش حاجه تمنع من معلقه السمنه اللي بتدي تطعيمه كده للصوص او البهريز اللي هيطلع منها، بتنقل الصينيه دي في حته تانية خالص. انا سبتها تغلي تقريبا على النار 15 دقيقه، وبعد كده بقى بدخلها فرن سخن على درجه حراره 200 في نص الفرن على الشبكه، والفرن متولع من تحت، بسيبها تغلي كده وتستوي تمام. ممكن تغطوها بورق فويل لو الفراخ كبيره شويه، ممكن تغطوها بورق ألمنيوم بس 20 دقيقه ولا حاجه علشان تتاكدوا انها استوت. لو هي صغيره وحجمها صغير خلاص سيبوها مكشوفه في الفرن، هتستوي اوريدي مع الحراره. واخر حاجه ممكن تولعوا عليها الشوايه تاخد لون من فوق. انا ما ولعتش عليها الشوايه، هي اخدت لون لوحدها لان انا عندي مروحه. بصوا بقى شايفين بقى الصوص او البهريز اللي نازل منها، بصوا شايفين الفراخ طبعا واخده لون تحفه. مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي، ريحه جايبه اخر الشارع بجد رهيبه. رشه بقدونس على الوش برضو بتدي ريحه لوحدها كده لو تحط على حاجه سخنه. ودوقوا بقى ألذ فراخ هتاكلوها في الفرن بطريقه بسيطه جدا جدا وسهله جدا، وبهارات مفيش، يعتبر بهارات مفيش ابسط من كده. بس مش عايزه اقول لكم ان هتتنسف. الصوص بتاعها ده خلص قبلها مدتها في الفرن على حسب على فكره حجم الفراخ، يعني بتشيكوا عليها كده كل شويه لقيتوها استوت تمام خلاص ولعوا عليها شويه تاخد لون من فوق، او هي اوريدي ممكن تاخد لون لو عندكم مروحه زي. بس بتاخد في الفرن من نص ساعه ل 40 دقيقه لو الفراخ صغيره، ولو كبيره ممكن تاخد لحد 50 دقيقه. وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه فيديو جديد.